وبالتالي نتاكد هل هو نتيجه انعكاس كهربائي او نتيجه يعني حريق يعني اتى من الخارج للاسلاك. والحادث بقى يعني شويه 57 شويه يا شباب شويه يا شباب لو سمحت يا شويه يا شباب شويه تفكروا الطريق. طيب يا ابوي اهتمام يعني ولاة الامر على مجرد انا كنت انا مع سمو الامير في اجتماع لجنه الدفاع لجنه الحج المركزيه في مكه. نعم كانت تجيني الاتصالات ومجرد بلغت سمو الامير قلت له انا نازل الحادث قال لي انا حارجع حاجيكم على طول على الحادث. هو فعلا انا مجرد اللي وصلت هو كان ورايا على موقع الحادث. طيب كم فرقه استخدمت في الحادث؟ والله ما يقارب يعني 9 فرق اطفاء بالاضافه الى حوالي كمان 8 فرق انقاذ. عندنا بالنسبه للطائرات العموديه اضافه الى الاسعافات من قبل الدفاع المدني ومن قبل الهلال الاحمر. هذه كلها طبعا شاركت في، لا ننسى الفرقه الطبيه اللي شاركت من قبل الشؤون الصحيه. هل هناك في اصابات من سؤالك عن لا الحمد لله رب العالمين الى الان احصائيات ما عندنا احصائيات على اصابات من الدفاع المدني. سعادة اللواء الاصابات اسبابها يعني حرق او اختناق او اختناق عباره عن دخان كثيف طلع على نفس المدرسه وعلى طالبات في الفصول، هذا ادى الى يعني وجود اختناق. بالنسبه للوفيات ترى معظم الاختناقات بسيطه ويمكن انتهت حالتها. طيب المدرسه مجهزه نعم مجهزه، المدرسه مجهزه اصلا لا يسمح ببدء الدراسه فيها الا بعد ما تاكد من جميع وسائل السلامه. الوفيات اسبابها كانت تحديدا هل هي حرق او اختناق؟ الى الان يعني عمليه تحديد اسباب الوفاه مع الشؤون الصحيه بنحدد ان شاء الله. تم التاكيد انها حالتين فقط؟ حالتين فقط ان شاء الله. بالنسبه لحالات الخطر؟ ما في حالات خطر، كلها حالات اختلاق وان شاء الله كلها باذن الله في يعني طريقه للخروج من هذا تبعك؟ طيب بالنسبه هذا هو؟ الحادث كان في وقت خروج الطالبات شيء طبيعي يعني سبب لكم يعني مجرد وجود يعني حريق في مدرسه شيء طبيعي. التدافع هذا يعني مقرون بالحادث سواء في مدرسه او في اي مكان. يعطيك العافيه. شكرا لك.